بيندموا عليك بعد ما بيتأكدوا إنهم خسروك بجد، بعد ما يدوروا وسط الوشوش على ناس شبهك ويكتشفوا إن الوجود متوجدش فيه ولا نسخة واحدة تشبهك. بيرجعوا بعد ما تكون خلاص اتأقلمت وعشت واتعودت الحياة بدونهم، وعرفت قيمة نفسك في غيابهم. بيندموا بعد ما يلاقوا نفسهم في حتة ناقصة في روحهم، لا عارفين يكملوها ولا قادرين يلاقوها بعدك هيندموا، وده الشيء المؤكد اللي لازم بجد تعرفه. هيعرفوا إن اللي كان في إيديهم نعمة ومنحة من ربنا كانت كتيرة عليهم وأكبر من إنهم يستوعبوها. خليك متأكد إن اللي بيخسرك مش عاجز إنه يلاقي حد ياخد مطرحك، بس خليك واثق إن مهما جه حد ياخد مطرحك عمره ما هيترك الأثر النفسي الجميل الخاص ببصمة روحك. الروح هي الحاجة الوحيدة اللي بصمتها ملهاش شبيه ولا بديل، وبعد ظهور البديل بعدك بوشه الحقيقي، وقتها بس هيعترفوا قدام نفسهم إن خسارتك ما يعوضهاش ملكوت من الأرواح ولا النفوس. خليك فاكر إنك غالي وغالي جدا، وأكبر من استيعاب نفوس رخيصة ما قدرتش نعمة وجودك.